أهلا بيكم. كوريا الشمالية مش هتبطل تدهش العالم برغم إن البلد دي مقفولة قدام السياحة، وكمان رئيسها اللي عازلها عن العالم. وبرغم كل ده في معلومات مثيرة للاهتمام عن البلد دي بتنتشر، وده مش غريب عن كوريا الشمالية، وده كله بسبب القوانين الرهيبة اللي بتطبقها الدولة على شعبها. أنا إبراهيم، والنهاردة هنتكلم عن أغرب 10 قوانين لكوريا الشمالية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله، يلا بينا نبدأ حلقتنا. مشاهدة الأفلام الأجنبية أو حتى تسمع موسيقى ممكن تخلي المواطنين الكوريين الشماليين يروحوا السجن. في سنة 2015 أمر رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون بتدمير كل أشرطة الكاسيت والأسطوانات، وتم حظر الأغاني نهائي من الدولة، وكمان حظر مشاهدة الأفلام الأمريكية أو توزيع المواد الإباحية، ودي بقى عقوبتها الإعدام. الشعب ليه 3 قنوات بس في التلفزيون، وكلهم تحت سيطرة الرقابة والحكومة. المواطنين الكوريين الشماليين ما يقدروش يعملوا مكالمة دولية لأنها جريمة عندهم. في 2007 تم إعدام رئيس مصنع في كوريا الشمالية على إيد فرقة إعدام قدام 150 ألف شخص بعد اتهامه بإجراء مكالمة دولية على 13 موبايل قام بتركيبها في الطابق السفلي من المصنع. لو راحت عليك نومة وانت قاعد في اجتماع مع الزعيم كيم، دي يعتبر خيانة للزعيم وعقوبتها الإعدام. في عام 2015 اتعدم وزير الدفاع الكوري الشمالي هيون يونغ تشول بنيران مضادة للطائرات قدام 100 شخص بسبب انه نام قدام الزعيم في الاجتماع. لو ارتكب اي شخص جريمة في كوريا الشمالية مش هيتعاقب لوحده، هيتعاقب معاه اجداده وابائه واطفاله وكل اللي يعرفوه. الله، وانا مالي يا لمبي. والقانون الفظيع ده اتصمم علشان يمنع الناس من الهروب من السجن. الرجالة والستات في كوريا الشمالية ليهم حلقة واحدة بس من أصل 28 حلقة وافقت عليهم الحكومة، 18 للنساء و10 للرجال، وحظر أي تسريحة شعر تانية. أمر الزعيم كيم بالقانون ده في 2013 ومحطش تسريحة شعره من ضمن القايمة علشان تبقى فريدة من نوعها ومحدش يقدر يعملها نهائي. وأمر برضه بإن السيدة المتزوجة تقصر شعرها عن السيدة الغير متزوجة. الزعيم الكوري الشمالي كيم مش عايز غير أنجح الناس وأكثرهم تأثيرا وثراء هم بس اللي يقدروا يعيشوا في بيونج يانج كوريا الشمالية، وعلشان تدخل هناك لازم تصريح علشان تقدر تعيش في العاصمة. قانون إن لازم الطلاب يدفعوا تمن المكتب والكرسي اللي بيقعدوا عليه في الفصل، ولو دخلت الحمام أكيد هيحاسبك برضه. في كوريا الشمالية يعتبر الكتاب المقدس رمز للثقافة الغربية، وعشان كده هو محظور لأنه ممكن يغير الناس. وتم القبض على سيدة مسيحية كانت بتوزع الكتاب المقدس واتعدمت في عام 2014. وتم اعتقال جيفري باول وهو مواطن أمريكي في جولة في كوريا الشمالية، واتسجن 5 شهور علشان نسي الكتاب المقدس في حمام المطعم. ممنوع الموبايلات ولا اللابتوبات بالنسبة للكوريين الشماليين، وأهل البلد ما يعرفوش إلا حاجات بسيطة عن الإلكترونيات والتكنولوجيا، لأن قوانين وسياسة العزل في كوريا الشمالية بتمنع المواطنين من أي وسيلة تواصل مع العالم الخارجي. حوالي 200 ألف كوري شمالي بيعيشوا في مخيمات تم القبض عليهم بتهمة ارتكاب جرائم سياسية، وإذا ارتكب أي شخص جريمة سياسية بيسجنوا أسرته كلها معاه، ولو عرف يهرب أسرته كلها بتتقتل من بعده. وبيموت 40% من السجناء المحجوزين في معسكرات الاعتقال، يا إما بيحكم عليهم بالأشغال الشاقة، ومعظم الأوقات بيفضلوا يشتغلوا لغاية ما يموتوا. ما تنساش تكتب في الكومنتات الحمد لله إن أنا مش من كوريا الشمالية. ولو وصلت لهنا يبقى انت من المميزين. ويا مميز، اتمنى تدعمني بلايك واشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم بخير دايما، سلام.